ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المحشي. بحط معلقة سمنة، معلقة طبعا محترمة من السمنة على معلقتين من الزيت، وهنزل بالبصل بتاعي بتاع صلصة المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده بس هدي تقليبة واحدة بس. بعد كده هنزل بالصلصة اللي انا مفرزاها الاول. هنزل على البصل بتاعي بالصلصة اللي انا مفرزاها بالشكل ده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نفك بس دقيقة، وبعدين انزل بعصير الطماطم. وبعد ما فكت بالشكل ده هنزل عليها بعصير طماطم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهسيبها بقى تتسبك مع بعضها كده، وراح اجهز بقى ورق العنب بتاعي ورق الكرنب. طاسة على النار بتغلي كده، هحط لها شوية بهارات، 7 بهارات، وكمان بهارات محشي، وشوية فلفل اسود. هسيبها بقى تتسبك كويس. بصوا انا حطيت الفراخ على النار تستوي اهي عشان تعمل لي شوربه بسرعه. غسلنا رز المحشي اهو. حط بقى الثوم، قلبه فيه كويس بالشكل ده. وبعد كده الخضره، قلبها فيه. بعد ما قلبته بالشكل ده هنزل عليه الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب اهو. بعد ما تقلب كويس في الصلصه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا انا بس نقلته من بانيو تاني لحاجه تانية اوسع شويه. معلقه كمون كبيره اهو مطحونه، وفلفل اسود، بهارات محشي اهو، و7 بهارات. طبعا معلقه كبيره ملح. اقلب كل ده مع بعضه بالشكل ده. اللي هحشيه بقى ده ورق كرنب اهو. طبعا بنعمل حاجات على قد الفطار عشان ما تفتش. ودي كمان ورق عنب سلقته، وكمان بتنجان وفلفل وطماطم. جبت الحله اللي هحشي فيها، حطيت فيها طماطم وشبت وكزبره وبصل في القاعده من تحت، وهلف المحشي بقى. وده اول صباع اهو بلفه، هرص في الحله على طول. بجيب ورقه العنب وبقسمها نصين لانها هي كبيره شويه اهو. بسم الله بالشكل ده. هقفل الجناب اهو. وبرده حضرت الحله التانية اهي علشان احشيها. هحشي بتنجان تحت، وبعد كده ورق الكرنب عشان حاجه صغيره كده فوق منه. ده شكل المحشي الكرنب بعد ما اتلف. يلا بينا بقى نحط الجاد بتاعه او الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما بنملاهاش على الاخر. بسم الله ما شاء الله بيغلي اهو.
بيفور. وادي كمان ورق العنب اهو، شكل المحشي اهو بعد ما استوى، وانا حطيت منه اهو عملت منه وجبات. وده يبقى الشكل النهائي للوجبة اهو. بس الحقيقة ده ما بياكلش غير كرنب بس، انما ده مشكل ورق عنب وبتنجان وطماطم وكل حاجة. فراخ مشوية في الفرن، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة جدا. يلا بقى جربوا طريقتي وان شاء الله تعجبكم. يلا كل سنة وانتم طيبين. يلا مع السلامة، باي.